سألني أحدهم ذات يوم قائلا: ما هي أكبر إنجازاتك؟ يومها لم أجد ماذا أجيبه، لم يكن لدي إنجازات تذكر، وخجلت أمام إنجازاتهم العظيمة بانتصاراتي الصغيرة. أجبت باقتضاب: لا شيء يستحق الذكر. فعلت وجهه نظرة استصغار لم أنسها أبدا. بعد مرور السنوات تذكر سؤاله: ماذا لو سألني إياه اليوم؟ كيف سأجيبه؟ سأقول بكل ثقة: ماذا تقصد بالإنجازات؟ اسم السيارة التي أملك، أم رصيدي في البنك، أو بأي حي اشتريت شقتي، وأي منصب تقلدت في الحقيقة؟ هذه أهداف ما زلت أعمل على تحقيقها. أما أهم إنجازاتي فهي أن استطعت الانتصار على هزائمي، استطعت المقاومة والبقاء على قيد الحلم في بلد كل ما فيه يدفع الأحلام للانتحار. أهم إنجازاتي أني أنام بضمير مرتاح وقلب سليم لم يؤذي أحدا، لم يكد لأحد. من أهم إنجازاتي رضا والدي. من أهم إنجازاتي أني استطعت أن أكون وفية في زمن الكل فيه يخون. استطعت أن أكون سندا لمن يستحق، وصديقة مخلصة، وما زلت أعرف نفسي عندما أنظر إليها في المرآة. صحيح أني تغيرت وتعلمت، لكن جوهري لم يتغير ولن يتغير أبدا. أهم إنجازاتي يكمن في انتصاراتي في معارك لم أعتقد أني سأخرج منها سالمة، لكني خرجت بفضل الله، وهذا هو الأهم. أما البقية ستأتي بشيء من الصبر والاجتهاد.